زي ما احنا شايفين برضه. فاول وضربه حره مباشره تتلعب لشيكابالا، لعبته الحلوه الحلوه الحلوه. يا سلام يا سلام، بقول لكم شيكابالا يتحرك يبقى في زمالك، مع احترامي بقى للباقي. الكره دي لعبها في انبي، راحوا عاملها بالكعب، راحوا المدافعين راحوا على المدرج. بيقول لهم بتقولوا ايه؟ بصوا عاوز اقول لكم حضراتكم، زي ما احنا بندلع النجوم ابو تريكه لازم ندلع شيكابالا. هو هذا الموسم حقه الصراحه يعني. بس انا عاوز حد يقول لشيكابالا خلي بالك، خليك مع نفسك، خليك مع الملعب، هتبقى نجم عالي قوي. يا سلام يا سلام على اللب الجميل اللي في الدقيقه 30، يعني ابيض الملعب بكره شيكابالا. حلوه 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 في الدقيقه 30، ويتقدم الابيض بهدف اهو اهو. مع هذا بصوا يعني الراجل ده هو ما بيفرحش الا لما شفرت الحكم النهائيه تصفر، ودي المسؤوليه الصح. ادي جماهير الزمالك الغفيره، وادي شيكابالا بيركع وعاوزينه، بس ملوش دعوه بحد، لا احمر ولا ابيض. ونفسنا كده قناه الاهلي تستضيفه زي ما قال الدكتور ياسر ايوب النهارده في مقالته في المصري، واللي بدا يزعج نادي الزمالك. تتلعب الكره على طول لشيكابالا. هنا بقى الزمالك استفز، وهيبقى شيكابالا هيلعب وماشي، والكره العرضيه وهدف. بقول لحضراتكم استفز استفز، وحسن مصطفى يحط هدف جميل جدا جدا جدا. حسن مصطفى، وهنا الزمالك استفز يعني في الدقيقه 19 من زمن الشوط الثاني استفز نادي الزمالك ونادي دجله، او بمعنى اصح شيكابالا استفز من الموقف، واصبح شيكابالا هو الترمومتر، وحسن مصطفى من زمان قوي 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 يحط كرة حلوه قوي 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 لنادي الزمالك عشان خلاص سبحان مغير الاحوال. هدف التعادل هنا يرد هدف الثاني هنا، وقليل البخت يلقى العظم في الكرشه، وانطلاقه حلوه قوي لحسن مصطفى. انما الولد الشقي اللي اسمه شيكابالا هو صاحب المفعول في كل لمسه وفي كل هدف، وانطلاقه حلوه قوي، وقبليها التغييرات اللي عملها